السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تصفيف أفريقيا للمنتخبات الخاص بتصفيات كأس العالم 2026. التصنيف الأول يتكون من المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، ساحل العاج. المستوى الثاني هيكون بوركينا فاسو، غانا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية. المستوى الثالث أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا. ده بالنسبة للثلاث مستويات أو الثلاث تصنيفات الأولى في قارة أفريقيا. في ثلاثة تانيين طبعا. المستوى الرابع يتكون موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توجو، تايرانيا، زيمبابوي، جمهورية أفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا. المستوى الخامس النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، اثيوبيا، سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا. المستوى السادس والأخير لسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي، جيبوتي، سيشيل، أريتريا، الصومال. طبعا 2026 كأس العالم هتكون مكونة من 48 فريق، ونصيب أفريقيا زاد، فبالتالي فرصة مصر في الصعود لكأس العالم بقت كبيرة جدا، وصعب إن احنا ما نصعدش كأس العالم بعد زيادة